من التفاصيل بيبرس التلاوي الناشط الإعلامي. بيبرس، تابعنا منذ قليل صورة لطفل مات من شدة البرد، وشاهدنا في المقطع أن الطفل قد تجمد دون حراك، فلو تنقل لنا الصورة تحديدا عسى أن يشعر من مات في قلبه الشعور والإحساس. الله نهارك ونهار جميع المشاهدين الكرام. حياك الله أخي. بداية أتكلم أن اليوم أبناء حمص في المدينة وفي الريف لن يقتلوا فقط بقذائف النظام الذي فيهم، ولأنهم أيضا يموتون من شدة البرد، قساوة البرد وهطول الثلج هذا الذي شاهدناه ونشهده منذ يوم أمس واليوم، هو عبارة عن أداة قتل لعدد كبير من الأطفال، كون الوضع المفروض على المدينة حاليا هو سيء للغاية، نسبة لقيام شبيحة النظام بفرض حصار على المناطق في المدينة وفي الريف، يمنعون العوائل من إدخال أي شيء من الممكن أن يساعد الأطفال على التدفئة، رغم تساقط الثلوج ورغم البرد ورغم الخوف والرعب منتشر في المدينة. نعم. لن يكتفي النظام فقط هذا الأمر بفرض حصار على المدينة، أيضا سمعنا عدة انفجارات هزت المدينة نسبة لقيام شبيحة النظام باستهداف حي جورجيا، حي القصور، براجمات الصواريخ الموجودة في الكلية الحربية، وأيضا قام النظام بقصف مدينة الرسام براجمات الصواريخ المتمركزة في كتيبة الهندسة. يوم أمس سقط شهيد طفل. نعم. لعدم استطاعة أهله من تقديم الدفء لهذا الطفل أدى إلى استشهاده. طبعا اليوم في محافظة حمص ليس بإمكان العوائل تدفئة أطفالهم. نعم. لعدم وجود إمكانيات، الجميع اليوم في محافظة حمص هم بحاجة للأغطية كالبطانيات، الأطفال يرتدون الملابس الصيفية، هم بحاجة لملابس شتوية. منذ قليل وأنا أتجول في الطريق رأيت طفل لا يقارب عمره 15 عام يجر غصن شجرة قد قطعه طريقة متلوثة بالثلج، هو يأخذها إلى منزله لكي تكون دفء لأخوته ولأمه، كون أبوه استشهد منذ فترة. فالأمر الذي نشهده اليوم هو عبارة عن عملية إبادة بكل معنى الكلمة، ولكن الذي نتخوف منه الآن هو انتشار أمراض مثل الزنطارية وما تشابه من ذلك، تلك الأمراض التي تظهر من شدة البرد. نعم. الذي خيم على المحافظة اليوم، ولكن نحن نستغرب من المنظمات الإنسانية من ضمنها هلال الأحمر، أين هي مما يجري في محافظة حمص ومما يتلقونه أبناء المحافظة من آلام من وضع إنساني سيء. طيب أخي بيبرس عذرا للمقاطعة، ولكن الدعم الذي نسمع وسائل الإعلام أن الدعم الذي يصل إلى أهالي السوريين أو إلى المدنيين السوريين ألا يصل إلى مدينة حمص أي شيء منها؟ أخي الكريم، أتكلم الآن عن 13 حي محاصر بوسط المدينة منذ أكثر من سنة، لن يدخل إليهم القليل من الحليب لهؤلاء الأطفال. نتكلم عن مناطق الريف، مدينة الرسن التي استشهد بداخلها هذا الطفل، إنها محاصرة منذ أكثر من سنة، أيضا إنها معزولة عن باقي المناطق الريفية في المدينة. أما أتكلم عن حي الوعر الذي محاصر منذ 30 يوم ما يقارب شهرين، لن يدخل إليه أي شيء من أنواع الأغذية. بداخل حي الوعر يوجد قرابة 500,000 نسمة. أما أتكلم عن الريف الغربي الذي بداخل مدينة الحصن المحاصرة منذ أكثر من 460 يوم، ويوجد قرية الزارة المنسية المحاصرة أيضا منذ أكثر من 400 يوم. أما نتكلم كيف سوف تدخل هذه الأغذية وكيف سوف تدخل المعونات لطالما شبيحة النظام تفرض حصار خانق. أي إنسان يحاول الدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها يطلقون النار عليه. ليس فقط البرد له